كيفكم؟ إذا يستضيف برشلونة الإسباني فريق جيرونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم على أرضية ملعب المونتجويك غدا السبت الساعة 5:15 عصرا بتوقيت دمشق. برشلونة يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث. برشلونة يريد مصالحة جماهيره خاصة بعد خسارتيه المتتاليتين أمام باريس سان جيرمان على أرضه وبين جماهيره بهدفين مقابل هدف واحد، وخسارته أيضا الكبيرة أمام إشبيليا ب4 أهداف مقابل هدف واحد. برشلونة يسعى أمام جيرونا للفوز في هذه المباراة لانتزاع الصدارة من ريال مدريد الذي تفوق على برشلونة بنقطتين فقط. يسعى برشلونة للفوز بهذه المباراة، زيادة حظوظه في لقب الليغا قبل مواجهة ريال مدريد على أرضه وبين جماهيره في كلاسيكو العالم يوم الأحد ما بعد القادم. برشلونة يدخل اللقاء أمام جيرونا وهو في المركز السابع برصيد 19 نقطة، حقق 6 انتصارات، تعادل بواحدة وخسر مثلها. طبعا هجوم برشلونة هو أقوى هجوم بين فرق الليغا ال20، حيث سجل برشلونة 22 هدف من أصل 8 مباريات خاضة. يغيب عن برشلونة في هذا اللقاء ليفاندوفسكي، جافي، الحارس طبعا غارسيا. يغيب ايضا عن برشلونه في هذا اللقاء رافينيا، ليامل عشاق برشلونه ان يكون جاهزا في لقاء الكلاسيكو. لامين يامال من المتوقع ان يقوم هانس فليك باشراكه في هذه المباراه، لكن بالتاكيد لن يكون اساسيا في هذه المباراه. مباراه برشلونه وجيرونا ستشهد عوده فيرمين لوبيز بعد اصابته مؤخرا. فيرمين لوبيز افتقده برشلونة كثيرا خاصة بعد الأداء المتواضع لداني أولمو في المباريات الأخيرة. فريق جيرونا يحتل المركز 18 بين فرق الليغا ال20. دفاع جيرونا هو أضعف من بين دفاعات فرق الليغا ال20، حيث تلقت شباكه 17 هدف من أصل 8 مباريات خاضة. أيضا هجوم جيرونا يعاني، لم يسجل سوى 5 أهداف أصل 8 مباريات خاضة. جيرونا خاض حتى الآن 8 مباريات، خسر 4 مباريات، تعادل في 3 وفاز في مباراة واحدة فقط مؤخرا على فريق فالنسيا. يغيب عن فريق جيرونا في هذه المباراة إيفان مارتن وفرانسيس بسبب الإيقاف، كما يغيب عن جيرونا في هذا اللقاء خوان كارلوس وديفيد لوبيز بسبب الإصابة. التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة أمام جيرونا غدا السبت: في حراسة المرمى تشيزني، قلبي الدفاع أراوخو وكريستنسن، الظهير أيمن كوندي، الأيسر بالدي اللي بيشكل إضافة كبيرة لبرشلونة خاصة من الناحية الهجومية. في الوسط مايسترو وسط برشلونة بيدري وديونغ. في الهجوم الجناح الأيسر المتألق راشفورد، طبعا بغياب لامين يامال ممكن يشارك بالشوط الثاني. حيلعب روني بردكجي اللاعب السوري الأصل. وفي الهجوم فيران توريس. التشكيلة المتوقعة لفريق جيرونا غدا أمام برشلونة: في حراس مرمى جازينجا، في الدفاع مارتينيز، ريس وبليند. في خط الوسط فيتسل، سوليس، مورينو ورينكون. طبعا في خط الهجوم روكا وجيل، وفي مهاجم صريح فانات.